النهاردة هنتكلم على موضوع جديد جدا وغريب جدا، هو موضوع اللون الأزرق. على فكرة بقى، عايز أقول لكم هو ما اسموش اللون الأزرق، هو اسمه اللون المصري. منذ فجر التاريخ كان الفنانين الكيميائيين هم أول ناس صنعوا الألوان. كانوا بيصنعوها من الأحجار العادية أو من الأحجار النصف كريمة. مثلا يعملوا إيه عشان يعملوا اللون الأبيض؟ كانوا بيجيبوه من الجير، واللون الأسود من فحم الخشب، الأصفر من الزرنيخ أو من الكوارتزيت. كانوا بيصنعوا اللون الأحمر من الطمي الأحمر اللي كان موجود على جزيرة إليفانتين، أو من البوكسيت، أو من أكسيد الحديدوز. الأخضر بقى كان بيتعمل من الملاكيت. إلا اللون الأزرق، ده اللون الوحيد اللي حيرهم وحير الدنيا كلها. حاولوا يصنعوه من الأحجار ذات الألوان الزاهية اللي جابوها من جبال أفغانستان، لكن التجربة ما نجحتش قوي. أسفرت عن إنتاج لون رمادي باهت، مش الأزرق اللي في بالهم، لغاية ما توصلوا في حوالي 2100 قبل الميلاد لطريقة مبتكرة جدا، اللي هي إيه؟ يطحنوا الحجر الجيري الممزوج بالرمل والمعادن اللي بتحتوي على النحاس، ويسخنوها على 1500 درجة فهرنهايت لغاية ما تتحول لزجاج أزرق كحلي. بعد كده يطحنوا الزجاج ويخلطوه بالألوان الأخرى عشان يوصلوا لكل درجات الأزرق: أزرق تيركواز، أزرق نيلي، أزرق سماوي، كحلي. اللون ده كل الحضارات القديمة أطلقوا عليه اسم الأزرق المصري. طبعا انتشر استخدامه في كيميت، وانتقل من كيميت إلى أوروبا. زي كل حاجة كانت دايما تبدأ عندنا وتنتقل لليونان، ثم للرومان، ثم للدنيا كلها. أوروبا استخدمت اللون الأزرق المصري سنة 400 قبل الميلاد. مش بس كده، لازم نعرف كمان إن الفنان الكيميائي هو أول واحد أضاف بياض البيض لمساحيق الألوان. ليه؟ عشان يديها سماكة وتماسك ويخليها تصبح طلاء صالح للاستخدام في كل أنواع الفنون. هنلاقي اللون ده موجود على الأسقف في أغلب المقابر والمعابد المصرية القديمة اللي ليها علاقة بالإلهة نوت، لأن نوت هي إلهة السماء، والسقف كان بيمثل السماء بالنسبة ليهم. اللون ده كمان موجود في زخارف أخرى كثيرة، خصوصا الزخارف اللي بتمثل النيل. الفنان المصري أبدع في استخدام اللون الأزرق في معابد دندرة وإسنا، لأن المعابد دي فيها نصوص كتير جدا متعلقة بعلم الفلك والنجوم والأبراج. كيميت أصل كل شيء.